في ناس بقى داخلة في ناس داخلة وعمالة برضه بتنفخ في الرماد عشان يبقى نار. ودول الفئران اللي انا اتكلمت عنهم امبارح، اللي بيتكلموا عن اللي بيحصل ضد اللاجئين في هولندا واللي بيحصل في ليبيا واللي بيحصل في تونس، وهو ما خرجش بره الحاره بتاعته. هو شايف بس كده على الفيسبوك فبيشاير يمين وشمال، ولا جات له من حته الله اعلم مين اللي اداها له، فبيحاول يعمل الازعرينه. وهم نفس الناس اللي بتقول السيسي يرحم. كنت بتفرج على فيلم كيرة والجن من شويه، هو لسه ما خلصش، ومعركه دنشواي او حادثه دنشواي. انت عايزني اتخيل ان العساكر سابت الوحدات بتاعتها وخرجت عشان تصطاد بط وعصافير؟ يعني انت عايزني اتخيل ده؟ العساكر خرجت تصطاد بط وعصافير فعملنا دنشواي؟ طب تعالى لثورة عرابي. مين اللي خان عرابي ايام الخديوي توفيق؟ طب تعالى كده لكليبر لما خزوق سليمان الحلبي. مين وقف مع سليمان الحلبي؟ وعمر مكرم وغيرهم 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 من الابطال. مين من الشعب المصري وقف جنبه لما وقع، لما اتقبض عليه؟ بس لو كان نجح كان هيحطوه على دماغهم. فتلاقي ان كل من صار علشان صالح الشعب المصري وقع، الشعب المصري ما وقفش جنبه. امم صح، صح. ده التاريخ، انا ما بجيبش حاجه من عندي. طب هل يستحق بقى الشعب المصري ان حياته تبوظ؟ هل يستحق ده؟ هل يستحق الشعب المصري انه يعيش في شقاء دائم؟ زي ما قلت كده لاحمد امبارح اللي كان مسافر المانيا، احنا في مصر بنتفحت من المهد للحد. هل يستحق ده الشعب المصري؟ ما هو دايما هنقول يا مساء الفل يا استاذ ابراهيم. يا مساء الفل، اخبارك ايه ابراهيم؟ يا مساء ابراهيم، ايه اسمك ابراهيم ايه؟ ف هل ده قدر للشعب المصري يا اسطى؟ السلام عليكم يا اسطى، عامل ايه يا اسطى؟ ايه اسطى دي؟ معلش يا ابراهيم. يا هلا بيك يا ابراهيم يا ابو عمر. انا جاي لي هنا يا اسطى لان هي يعني بيجي لي بالانجليزي فبحط بيجي لي عربي فمكتوب لي يا اسطى. هل يستحق الشعب المصري انه يعيش دايما في معاناة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذة أندلسية من الجزائر. يا هلا بيكي، ده احنا معانا جماعة الدول العربية من جميع أنحاء العالم على البث النهاردة. سعيد قوي بيكم. طب ليه يستحق ده؟ ليه؟ وهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا فيه كتير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن ما كنتش أنا هتغير وأغير طريقة معيشتي وطريقة تفكيري، عمر ما ربنا هيساعدني إن حياتي تتغير.
طب عمل ايه المصري لنفسه علشان حياته تبقى كويسه؟ اشتغل شغلانتين وثلاثه، اتغرب، اتفحت. اه. طب طور من نفسه؟ لا. هو عشان ما طورش من نفسه اشتغل شغلانتين وثلاثه، انما لو كان طور من نفسه كانت شغلانه واحده كفايه. زي ما قلنا كده، المحامي اللي معاه ماجستير غير اللي معاه دكتوراه. المحامي، انا بدي مثل، المهندس اللي معاه ماجستير غير اللي معاه دكتوراه، غير اللي معاه ليسانس بس، غير اللي معاه لغه، غير اللي معاه كمبيوتر، غير. فكل ما بنمر بالوقت الحياه بتزيد صعوبه. انت ما طورتش من نفسك كمهارات، هتبذل مجهود اكبر. فبدل ما هتشتغل شغلانه هتشتغل شغلانتين وثلاثه. طب ده غلط مين؟ غلط الحكومه بتاعتي ولا غلطي انا؟ زي ما بقول لبنوتي كده، العلم لا بيتشرب ولا بيتاكل. العلم لا بيتشرب ولا بيتاكل. والعلم مهارات. العلم مهارات، ما هوش شهادات. اه، ما انا لسه جاي في الموضوع ده يا استاذ ابراهيم، لسه جاي فيه. العلم مهارات مش شهادات. وقلت امبارح الوزراء معاهم دكتوراهات بالكيلو، انما على الارض انا شايف ان هم بصمجيه. على الارض انا شايف ان هم بصمجيه. المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده حاليا يحلها مدير مطعم شاطر، مش محتاجه وزير. يعني الحلول المبدئيه بتاعتها يحلها مدير مطعم شاطر. ما هو ده اقتصاد وده اقتصاد، دي حسابات ودي حسابات. وقلت الكلام ده في البثوث اللي فاتت. انا عندي ايه؟ مصاريف زياده، دك 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 دك، اقطع. مش اقطع على المواطن بقى. طب اللاجئ، اللاجئ يستحق انه يبقى لاجئ؟ يستحق انه يعيش زيه بنفس الحقوق؟ بعد ما خرب بلده. انا بنيت بلدي. انا صبحت على مصر كل يوم ب5 جنيه كمواطن عادي. ما اتكلمتش بقى على القصه بتاعت النقابه وما الى ذلك من اللي احنا بنحكي فيها كل ليله يعني. ان على الارض واحد زي عمل والحكومه ما عملتش. على الارض التاثير السلبي لازم ياثر عليا في حياتي. لما اجي اقول لك انا مديرك، فانا لازم جيبي ده يتقل عشان اعترف ان انت مديري، ان انت فدتني في حياتي. في الاخر جيبي لازم يبقى تقيل. بدل ما يكون فيه 10 جنيه يبقوا 15 جنيه، يبقوا 20 جنيه. دي الافاده. انما الطبطبه سبت صلاه النبي. هدفع الكهرباء طبطبه ولا هدفع اللحمه طبطبه ولا هدفع ده طبطبه ولا ده طبطبه ولا ده طبطبه. زي كده برضو في مجالي. الشكر بتاع الناس على الانترنت في المطعم بتاعي، لا هيدفع لي كهرباء ولا هيدفع لي عمالة ولا هيدفع لي ولا هيدفع لي ولا هيدفع لي. انا لازم اعمل فلوس. ماني توكس بولشيت ووكس. انا لازم اعمل فلوس في الاخر. مفيش طرحة من الزرعة تتقلع الزرعة دي خلاص مش عايزها. بتاكل تقاوي وبتاكل مية وبتاكل سماد على الفاضي. تبقى زرعة شطاني. فهل يستحق؟ اكيد لا، لا يستحق. اكيد لا يستحق. طب المصري يستحق ان هو يعيش كده؟ اه يستحق. يستحق. ليه؟
عشان عايز كل حاجة وهو قاعد. للأسف. ولغاية النهاردة بيجي يسألني هي ايه فيديوهات الترحيل دي، ولغاية النهاردة لسه بيحط بوستات وكومنتات على الفيسبوك اللي اتقفل خلاص. الله أعلم بقى هفتحه ولا مش هفتحه. ما هي أستاذة أندلسية بتقول كل واحد، بالعكس كل الشعوب تستحق العيش بكرامة. من ليس له كرامة يا أستاذة أندلسية لا يستحق الكرامة. الاحترام يكتسب ولا يهدى. مفيش حد هيديك الاحترام زي ما بيديك بونبوناية ولا شوكولاتاية. فيش. الاحترام ده الحاجة الوحيدة اللي لازم تكسبها. ما بيديهالكش حسنة ولا صدقة الاحترام. فمن لا يستحق الاحترام لا يحترم. دي قناعة شخصية. أنا في بلاد الدنيا كلها عانيت من العنصرية، بس في الآخر باخد احترامي بفرضه. أيام 11 سبتمبر قالوا عليا، قالوا علينا كلنا دواع. كانوا بيقولوا لي كده وانا واقف شغال على بن لادن ابن عمك اهو. بس في الاخر فرضت احترامي وعرفت انه غلطان. فما فيش حد بيحترمك ببلاش يا استاذه اندلسيه. مفيش، لان الانسان بطبعه متعالي على ربنا نفسه. فالنهارده انت يا مصري مش عايز تتحرك، بس انت بتنتقد الفلسطيني اللي موجود عندك هنا، بتقول عليه لاجئ، وبتنتقد اليمني وبتنتقد العراقي وبتنتقد ده والسوداني وده وده وبتقول عليهم لاجئين. طب انا هقولها لك في وشك كده زي ما هم بيقولوها، يعني انا لاجئين كتير بيقولوا لنا يا رب تبقوا زينا، اولهم الفلسطينيه. طب ما انت بكره هتبقى زيهم يا باشا. انت فاكرها هتفضل كده زي ما انت تقول على الناس